هي ليه مصر بتنتج بسكوت مدارس ومكرونة؟ أنا مصطفى الغريب ودي فيديوهات السؤال الصح. زي ما اتفقنا قبل كده ان السؤال مشروع ومن حق اي حد انه يسال، لكن انا بشكل شخصي كده بحس ان الاسئله المتعلقه بمشروعات الانتاج الغذائي دي غير منطقيه، لان مفيش حاجه بتشغل الناس ومهمه بالنسبه لهم اكتر من الاكل. ومع ذلك هجاوبك برضو على السؤال. من ايام قليله كلنا تابعنا افتتاح المرحله الثانيه من مشروعات مدينه سايلو فودز الغذائيه. هي خطوه مهمه وبتيجي في اطار الاستراتيجيه الوطنيه اللي بتاكد ان تامين الغذاء مساله امن قومي. مصر بتسعى لايجاد اذرع تنمويه واقتصاديه جديده لدعم الدوله وتوفير الاكل للمواطن، وكمان تخفيف الاعباء عنهم في ظل الازمه الاقتصاديه العالمية، بجانب توفير فرص عمل كمان. ومن هنا جت أهمية إنشاء مدينة سايلو فودز. المدينة دي تم إنشائها باستخدام أحدث نظم الإدارة وخطوط الإنتاج على مساحة 170 فدان في مدينة السادات بالمنوفية. هي المرحلة الأولى من مشروعات مدينة سايلو فودز كان فيها إيه؟ المرحلة الأولى من مشروعات مدينة سايلو فودز الغذائية كان فيها مصنع لإنتاج البسكوت بيضم 5 خطوط إنتاج بطاقة إنتاجية 240 طن يوميا، بالإضافة لمطحن دقيق ملحق بيه 14 صومعة بطاقة تخزينية 70,000 طن قمح، وبيعمل بطاقة إنتاجية 800 طن دقيق في اليوم، ومزود بأنبوب لنقل الدقيق لمصنع البسكوت والمكرونة والمخبوزات. وفي كمان مصنع لإنتاج المكرونة بيضم 5 خطوط إنتاج بطاقة إنتاجية 500 طن مكرونة في اليوم. وفي كمان مصنع لإنتاج المخبوزات بيضم 5 خطوط إنتاج بطاقة إنتاجية 20 طن في اليوم، بالاضافه كمان لمنظومه الطباعه لانتاج المصنوعات المرنه لتعبئه المنتجات اللي احنا اتكلمنا عنها. كمان كان في منشات خدميه مميزه زي محطه معالجه صرف صناعي، ومحطه تسخين مركزيه، ومحطه تنقيه مياه، ومحطه تكييف مركزي بقدره عملاقه، بجانب عنصر مهم كمان وهو انها مؤمنه ب3 مصادر للكهرباء، ومؤمنه كمان بالغاز الطبيعي وغيره كتير من المميزات. هي المرحله الثانيه من مشروعات مدينه سايلو فودز الغذائيه دي كان فيها ايه؟ المرحله الثانيه من مشروعات المدينه كانت بتضم حاجات كتيره مهمه، واللي كان من اهمها مصنع الالبان اللي تم تجهيزه باحدث المعدات، وهو بيضم 9 خطوط انتاج، منها 3 خطوط لانتاج الجبنه البيضاء و6 خطوط لانتاج اللبن المعقم. ومصنع للحلاوه الطحينيه بيضم 5 خطوط انتاج باجمالي طاقه انتاجيه 16,000 طن سنويا. ومصنع للبسكوت بيضم خطين باجمالي طاقه انتاجيه حوالي 7,800 طن سنويا، وبيستهدف انتاج اصناف ذات جوده عاليه تنافس المستورد. وفي كمان معمل مركزي لفحص العينات المنتجه بطاقه 40,000 عينه سنويا، وده لاجراء التحاليل الدوريه لجميع انواع المنتجات. وفي كمان مصنع لانتاج الكرتون بطاقه اجماليه حوالي 26,000 طن سنويا. وصحيح قبل ما انهي الحلقه كان في موضوع كده خلال الايام اللي فاتت دي تم التعامل معاه بسخريه وتقليل على مواقع التواصل الاجتماعي، وهو ان سايلو فودز دخلت موسوعه جينيس للارقام القياسيه، وده بعد تحقيقها لاعلى معدل توزيع وجبات مدرسيه، وده بعد ما وزعت حوالي 600 مليون وجبه غذائيه خلال العام الدراسي اللي فات، وده كان على حوالي 13.5 مليون طالب. فانا لما شفت الموضوع قعدت افكر مع نفسي كده، هو ازاي خبر زي ده الناس تتعامل معاه باستخفاف؟ ده كان عرض سريع ومختصر لواحد من اهم المشروعات اللي مصر كانت محتاجه تعمل زيه من زمان، ومحتاجه زيه كمان في المستقبل، وان شاء الله ده يحصل. وهنا السؤال الصح بقى، هل تفتكر ان مشروعات انتاج بسكوت المدارس والمكرونه دي لسه مش مهمه؟ سلام.